بنات في ثانوي خايفين مش عارفين يعملوا ايه. واحده اسمها تشوري بتقول لهم اللي هتقرب هتتعور. واضح انه زميلاتها في الفصل مش طايقينها، بالنسبه ليهم البت دي اقل من مستواهم. واحده فيهم وقفت قدامها عورتها، ربنا ستر والجرح كان جرح سطحي. غريبه، مدرسه محترمه بيحصل فيها كده. طالبة اسمها سونج اتنقلت جديد لمدرسة بيكيون. سونج جاية متأخر بتكذب أي كلام، المس صدقتها من أولها كده. المدرسة دي اسمها على اسم واحدة من أكبر 3 شركات في البلد، بيكيون. ده حتى التلفزيون اللي بتشوف فيه الكلام ده من منتجات الشركة. سونج راحت أوضة المعلمين، هناك قابلت الأستاذ المسؤول عن الفصل تاني خامس، وهياخدها يوريها الفصل بتاعها لأنه بعيد من هنا. خرجوا من المدرسة ودخلوا بناية تانية اتبنت السنة اللي فاتت وفيها فصل واحد. سونج مستغربة، بناية جديدة ما فيهاش غير فصل واحد بس. الأستاذ طلب منها تعرف بنفسها. سونج اتنقلت بين المدارس بسبب شغل أبوها في الجيش، وغيرت مدارس كتير. ده اللي خلاها تبقى اجتماعية، عندها خبرة ازاي تكسب صحاب وتبعد عن البنات اللي غاوية مشاكل. البت اللي جنبها اسمها ميونج، مالها متعورة في كل حتة. هي دي البت اللي اتعورت في رقبتها قبل شوية ومش عايزة تكلمها. زميلاتها بيتعرفوا عليها. سونج استغربت من طيبة البنات، هي عندها خبرة كبيرة في البنات وعمرها ما استقبلوها بالطيبة دي. الطيبة دي في وراها حاجة. اتعرفت على البنات. البت الأولى بنت لطيفة اسمها هريم، وفي واحدة اسمها يريم مشروع نجمة صاعدة، والأولى عليهم ومديرة الفصل اسمها سودو. حصة المزيكا الأستاذة اختارت مين تغني، بس البنات مش عايزين النجمة يريم تغني لهم. البنات كلهم بيحسدوها على جمالها وأهلها الأغنياء وكمان شاطرة. من الآخر هي نجمة الفصل والبنات كلهم بيحبوها. في آخر اليوم بيودعوها بابتسامة عريضة، وأول ما لفت وشهم قلب كده ليه؟ دول بيمثلوا إنهم كيوت، في وراهم حاجة. سونج بتحاول تتعرف على بنات أكتر وبتحاول تبعد عن ميونج البت اللي جنبها. سونج خدت بالها إنه فصلهم بياكلوا لوحدهم في وقت مختلف عن باقي المدرسة، ولقيت إنه المدرسة مليانة كاميرات في كل حتة، على عكس البناية اللي فيها فصلهم ما فيهاش ولا كاميرا واحدة. سونج خدت بالها إنه البنات بيكرهوا ميونج وبيبعدوا عنها، وشافت بنات معفنة بيحفلوا على ميونج في أوضة المخزن، وبتسأل نفسها إزاي البنات خايفين منها وهي غلبانة. وبعد ما غرف داهية سونج اتأسفت منها وقالت لها انت على الحال ده كتير، بلغي عنهم، انقلي مدرسة تانية. ميونج قالت لها النهارده الخميس اخر الشهر، روحي الفصل حالا. لقيت زميلاتها كلهم موجودين وسودو رسمه هرم، وهتقول لنا ايه الحكايه. في اخر خميس من كل شهر بيلعبوا لعبة الهرم. حملوا اللعبة عبارة عن تصويت على الشعبية، اللي مش عايزة تلعب ما تلعبش، مش بالعافية زي ميونج كده. مجموع الاصوات اللي هتاخدها كل واحدة فيكم هي اللي هتحدد مكانتها في الهرم. وفي 4 مراتب من A ل D، واكيد ايه هي الاعلى وليهم مميزات. مثلا المراتب اللي اقل منها ما ينفعش ينافسوها. وفي مرتبة زيادة بره الهرم F، ودي معناها فاشلة لانها ما جابتش ولا نقطة او ما حملتش اللعبة زي ميونج. وقبل شوية قالت انها مش بالعافية، لا بالعافية. واللي هتبقى في المرتبة اف هتبقى مكروهة من الفصل كله وممكن يتنمروا عليها. وبكده التنمر يبقى ليه نظام، كله بنظام. دي مهما كان مدرسة محترمة وكل واحدة ليها 5 اصوات تصوت لغيرها، ما ينفعش تصوت لنفسها. سونج حملت اللعبة وفهمت ان البنات بيكرهوا ميونج لانها ما نزلتش اللعبة، وبكده مش هتلزمهم لانها مش هتصوت لهم اصلا، يعني مصلحة. التصويت ابتدى وبعد ما خلص النتائج ظهرت. سونج ما خدتش ولا صوت. صاحباتها راحوا فين؟ رحبوا بيها ووروها الوش الحلو علشان تصوت لهم، وكلهم غدروا بيها ومحدش صوت لها. كده من اولها سونج اطمنت لانه ابوها هيتنقل حتة تانية بعد 3 شهور، كلها كام شهر وهتسيبهم وتمشي. تاني يوم بتبتدي حفلة التنمر مع كيم اللي بتصفر في ودنها، والشلة بيتعازموا مين هيضربها الأول. كل واحد فيهم هيجي الدور، وبيفضلوا على الحال ده 10 دقايق. والمصيبة انهم كلهم بيتفرجوا ومحدش هيعمل حاجة. سونج مش مصدقة اللي بيحصل، والغريبة الضرب ده كله ومفيش كدمات تعويرات مفيش حاجة. لعبة الهرم خلت البنات ما يفرقش معاهم مين اللي بيتبهدل، انهم ما يبقوش في المرتبة اف. وقرت من تاني شروط اللعبة مكتوب ولا صوت مرتبة اف، الكل هيكرهك. ويوم بعد يوم الأذية شغالة. كيم والشلة كل يوم بتصفر. البت دي مش جاية تدرس، ناس فاضية ملهاش قيمة. وسونج بتحاول معاها بس قالت لها انت معانا في اللعبة تسمعي الكلام ومفيش اعتراض. انا عايز اعرف فين المديرة، فين الأستاذة. كل ده بيحصل في مدرسة؟ تخيلوا. كيم جابت معاها حبوب منومة وهتلعبها قبل ما تشربها الحبوب دي. سونج قالت لها ايه رايك نتراهن؟ خدت البرشامة ولا لا؟ لو كسبت هتسيبيني اليوم كله. كيم وافقت ورهنت انها بلعتها.
بلعتها. سونج مثلت انها بلعتها وخرجتها من بقها. العبيطة اتعصبت. البت تعبت من اللي شافته، بتريح شوية. جات لها البت اللطيفة اللي اسمها هارين وحذرتها: اهربي كم بتدور عليكي. سونج بتحاول تجيب دليل ضدهم، بس الكاميرات اتشالت. هتحاول انها تسجل صوت، بس للأسف واحدة من الشلة خدت بالها وخدت الموبايل. الشلة بيغطوا وشها بكيس لحد ما جت هارين بتقول لهم كفاية. سونج بتدور على طريقة تخرج فيها من المرتبة اف. يا ترى ميونج اللي معاها في اف جرالها ايه؟ للأسف البت محبطة. سونج قالت لها انها بقت اف زيها، وانهم لازم يلاقوا طريقة يخرجوا بيها من المرتبة دي. وعندها فكرة: البنات اللي عندها صوت واحد يقنعوهم يصوتوا لهم، وهم مش هيصوتوا لهم، والبنات دي تيجي مطرحهم في اف. ميونج مش هتوافق انها توقع حد مكانها، مع انهم كانوا بيتفرجوا عليها مبسوطين وهي بتتضرب قدامهم. سونج حاولت معاها يمكن تغير رأيها، بس مفيش فايدة. جت واحدة اسمها كيون وقالت لها: انا عايزة اقولك كلمتين، قابليني بعيد عن البنات. البت دي درجاتها متدنية في جميع المواد، خليكوا فاكرين النقطة دي. كيون اعترفت انها كانت صاحبة ميونج، ووعدتها انها هتصوت لها وخانتها، ودت صوتها لبنات تانيين. سونج عايزة تخرج من اف، عشان كده هتدور على مين اللي عمل اللعبة دي. كيم والشلة مكملين في الأذية وكالعادة من غير أي دليل. المدرسة فيها مديرة. المديرة بتسأل اللي قاعدة قدامها: البت اللي اتنقلت جديد عايزاها في صفك؟ قالت اه. ميونج لما بتتكلم سونج بتشم ريحة سجاير، وهارين لما جت شمت نفس الريحة، وهنا فهمت انه البت الكيوت هي اللي ورا اللعبة دي. يوم عادي في المدرسة التحفة، من دروس فرنسي لباليه، بس هارين مش فاضية. دلوقتي خلونا نتعرف على الوش التاني للطالبة الكيوت هارين، اللي بتلخبط وش ميونج وبترسم على وشها حرف اف. نرجع للفصل اللي هارين بتمثل فيه دور الطيبة، وهتاخد سونج العيادة وانها ما ترضيهاش الأذية. بس على مين؟ سونج عاملة مش فاهمة وبتسيرها، وهي مروحة بتفكر ازاي تقنع ميونج انها تساعدها وتخرجها من المصيبة دي. افكار تودي وتجيب. هنا هنشوف حياة الرفاهية اللي عايشة فيها هارين، كل ده وبتبلبع مهدئات. هارين سبب معاناة ميونج، وقفشت لما ميونج طلبت منها انها ما تأذيش البنت الجديدة، وقالت لها: غريبة، انت مش من عوايدك تدافع عن حد. هارين تعرفها منين؟ جايز تعرفها من زمان قوي. المديرة جمعت المدرسين، وفي أستاذة لسه جديدة بتسألها ما تعرفش تعمل ايه في حالات التنمر. المديرة قالت: أهلها مشاهير، يبقى تفوتي الموضوع، مش عايزين المشهور تطلع عليه سمعة. سونج الغلبانة لأنه كيم ما بتفوتش يوم واحد في أذية أي بت في المرتبة اف. لو تعبت شلة الجزم مستعدين يساعدوها، حاجة تقرف. سونج جات لها فكرة إنها تختفي أول ما تبتدي استراحة ال10 دقايق، تختفي ومحدش يشوفها. الأساتذة معقولة عارفين وساكتين؟ وبتسأل أستاذ الفصل: في كاميرات في المدرسة كلها، اشمعنى البناية الجديدة ما فيهاش كاميرا واحدة؟ قال إيه لسه ما تركبتش. سونج اكتشفت انه في كام بنت من الشلة بيلعبوا جودو، عشان كده بيعرفوا يضربوا من غير ما يسيبوا اي اثر. بعدها عملت بحث في جوجل عن اهالي البنات، ولقت انه في كام واحدة منهم اغنياء جدا وعندهم شركات، وفي عقود بالملايين بين شركات اهاليهم. من الاخر المصالح بتتصالح. وفي فصل خاص بأغنى 5 بنات بياخدوا دروس في الأخلاق والتعامل مع الناس. الأستاذ بيقول لهم الفرق الطبقي بين الناس مش بالعربيات والشنط الجوتشي، الفرق الطبقي بيجي من أخلاق الناس. الأستاذ بيعلمهم إزاي يعاملوا الناس باحترام، بس البنات دول حافظين مش فاهمين. سونج لقت طريقة تزوغ فيها من المجنونة كيم، بس المجنونة بتدور على فريسة تانية. وفي الساحة سونج بتحاول تجرجر هارين في الكلام، وسألتها: بتحب لعبة الهرم؟ قالت انها ممتعة، وانها بتحب قوي تشوف نظرة الخوف في عيون البنات، ونفسها تشيل عيونهم من مطرحها. بتقول انها بتهزر. البت دي سايكو، بتقلب للوش البريء فورا. البنات في الفصل ده مش فارق معاهم مين اللي بتتضرب، المهم عندهم ما يجيش عليهم الدور. سونج راحت عند ابوها اللي بيبشرها انه مش هيتنقل حتة تانية، وهتفضل قاعدة في مدرستها الجديدة. ما يعرفش انه بنته المرة دي بجد نفسها تنقل من مدرسة المجانين. الخبر ده كان صدمة ليها. هارين سمعت كلام انهم لازم يقفوا جنب بعض ويخرجوا من اف. كالعادة هارين بتدوس على رجلها كنوع من انواع الاهانة. هي دي الاخلاق اللي اتعلمتيها؟ هارين الوريثة الوحيدة لواحدة من أكبر 3 شركات في كوريا، بيكيون، وانتوا عارفين اسم المدرسة على اسم مجموعة الشركات بتاعت عيلة هارين.
وفي الليل اجتماع البنات مع الاباء. ابو كيم بيقول حاجه غريبه، ماسكين اكبر الشركات وما عندناش عيال تورثنا. قال الكلام ده لانه بيكره بنته. وفي الاجتماع ده هنشوف ان البنات مجبورين انهم يصاحبوا هارين بسبب مصالحهم مع ابوها. هارين حتى طريقه تعاملها مع ابوها تحس فيها غرور، ماسكه عليه زله. والموظف اللي بيشتغل في البقاله خد باله ان سونج تبين عليها التعب، بيديها اكل كوري انتهت صلاحيته من 10 دقايق. بيقول لها ما تخافيش مش هيجرالك حاجه. سونج طلبت المساعدة من أستاذ الفصل وقال لها إنه في بنت اسمها تشوري حصل معاها كده وإنه هيساعدها. هي اطمنت، يا ريتها ما جاتله. الأستاذ ده سايكو، سجل كلامها وهيسجل لها فيديو يبعته لهارين اللي بتقبضه كتير. برضه هيسجل لها فيديو يبتزها بيه ويقبض من أهلها فلوس. المشكلة إنه البنات كلهم عارفين إنها رايحة لواحد مجرم بس ساكتين. الأستاذ بيضربها علشان يسكتها. ميونج لما عرفت جت تدور عليها. سونج وقعته وفتحت الباب، وقبل ما يهربوا رمت الموبايل بتاعه في الغلاية. ميونج اعتذرت لها لانها ما قالت لهاش عن تشوري اللي كان بيبتزها، وفكرتها انها لما وافقت على شروط اللعبة كان في شرط كده باللون الاحمر: سرب خبر عن اللعبة وسوف تواجه اقصى عقوبة ممكنة. تشوري حاولت تسرب اللعبة والمجنون حاول يعتدي عليها. سونج قالت لها انه هارين هي اللي عملت اللعبة، بس في ناس زي الاستاذ المختل بيساعدوها في استمرارية اللعبة، وانها لازم تساعدها لو عايزة تدمر اللعبة. يوم الخميس اخر الشهر لعبة الهرم. ميونج بتقرر انها تشارك في اللعبة وهتنزلها على الموبايل. البنات مستغربين انها هتشارك، وقالت لسونج اللعبة دي لازم تنتهي. هارين مش عجبها الكلام ده. اللعبة ابتدت والبنات بدأت تصوت. التصويت انتهى والنتائج ظهرت. سونج طلعت من المرتبة F وبقت C ب5 أصوات، وميونج طلعت من المرتبة F وبقت D بصوتين. في بنت اسمها يوجي بقت F ولا صوت. يا حرام البنت مش مصدقة ان صاحبتها ما ادتهاش صوتها. سونج قالت لها ما تاخديش بالك منها، نسيتي لما اتريقت علينا لما بقينا F؟ احنا هنعاملها زي ما بتعاملنا. سونج بعد ما خدت 5 أصوات البنات رجعوا يمثلوا انها صاحبتهم بعد ما وروها الويل شهر كامل. المهم سونج عايزة تطمن تشوف مين اللي صوت لها. خدعت البنات وقالت لهم يكتبوا صوتوا لمين في ورقة وما تكتبوش انتوا مين. وبعد ما خلصوا خدت الورق وشافت انها خدت 3 أصوات مش 5، والاتنين الباقيين هارين زودتها من عندها. عشان ايه؟ عشان تضمن سونج تخرج من مرتبة الخطر وتسيب ميونج لوحدها. وفهمت انه هارين لو غيرت رأيها ممكن ترجعها تاني الإف، ولازم ولابد انها تخلص من اللعبة دي. كيم والشلة بيحفلوا على البت الجديدة، وكالعادة البنات بيتفرجوا. سونج اتدخلت وعملت حركة صايعة احرجت هارين وقالت لها انت في المرتبة ايه؟ قولي لكيم والشلة ما يضايقوش يوجي حتى لو يوم واحد. وفعلا الاحراج جاب نتيجة. سونج قالت لها احنا لازم ندور على خطة. هارين اللي انقذتني وممكن توقعني في اي لحظة، فكري معايا ازاي نتحايل على اللعبة دي. سوبر ماركت قريب من المدرسة. سونج وميونج بيحاولوا مع يوجي انها تبقى معاهم، واكيد وافقت لانهم املها الوحيد. ميونج قالت لها عن تشوري البت اللي فضلت في المرتبة F السنة اللي فاتت وابتزوها بالفيديو، وفي الصيف سابت المدرسة ومحدش يعرف هي فين. اللي بيشتغل في البقالة يبقى اخوها، بيسمعهم بيقولوا عليها ايه لانه ما يعرفش اخته سابت المدرسة ليه. فلاش باك. هارين كانت قاعدة مع صاحبتها وبتقول لهم ايه رأيكم نلعب لعبة طبقية نقسم فيها الناس؟ وقالت لسودو انت اكيد هتوافقي، مش عايزه ابوك يزعل منك. قالت كده لانه ابوها قال لها اسمعي كلام هارين. سونج بتقول لهم فكرتها تجمع البنات اللي في المرتبة دي ويصوتوا لبعض وبكده يبعدوا عن اف، وبعدها شوية شوية يكبروا لحد ما يبقى ليهم شعبية. وراحت اوضه المعلمين وصورت ملفات زميلاتها عشان تتعرف على شخصياتهم اكتر واكتر. عندهم الفايلات بيبقى فيها وصف لشخصية الطالب وازاي تتعامل معاه. سونج بتحاول تظبط نفسها مع البت اللي عملت برمجة لعبة الهرم. في أستاذة طيبة اسمها يون كلمت ميونج بتحاول تعرف منها معلومات عن التنمر، بس ميونج ما قالتلهاش حاجة، خايفة على المستر حد ضايقها. بس يون متأكدة ان الفصل ده فيه ورا حكاية. سونج قفشت ميونج مع هارين، بس المرة دي هارين بتشرب سجاير قدامها. بتقول لها مفيش كاميرات مفيش حد هيتكلم، وبتنفخ في وشها. هارين قالت لها انا خدت بالي انك بتجمعي البنات حواليكي، هما مش لعبة في ايديكي. هارين في ايه؟ انت اللي بتلعبي بيهم. وبتقول لها انها غلطت لما افتكرت انه البت اللي صممت اللعبة ممكن تخونها.
البنات فضلوا يضايقوا يوجي، وهنا دخلت صاحبتها القديمة وبتحاول تشككها في سونج، ودي كانت أوامر من هارين. المشكلة إنها صدقتها، دي صاحبتها من زمان وسونج يا دوب تعرفها من كام يوم. والراجل اللي بيشتغل في البقالة اسمه سون، واخته للأسف حابسة نفسها في أوضتها وحالتها صعبة. السنة اللي فاتت كانت في فصلهم وكانت دايما بتبقى المرتبة اف، واخوها بيحاول يعرف هو ايه اللي حصل معاها في المدرسة. كم كبيرة الشلة المعفنة بتتضرب في البيت من أبوها لأنها ما عرفتش تعزم هارين عندهم في البيت عشان يعملوا معاها شغل. المهم بيضربها بطريقة إجرامية، بس كونها بتعاني في البيت ده مش مبرر ليها إنها تضرب البنات في المدرسة. والغريب إنه أهلها في البيت بيتفرجوا عليها، محدش هيساعدها. وهم راجعين البيت بيلاقوا سون هيدخل المدرسة. ميونج افتكرت انه ده يبقى اخو تشوري، مشيوا وراه يشوفوا هو بيعمل ايه، لقوه بيوضب حاجات هما مش عارفين هي ايه. سونج قالت له انت الهاكر اللي بيقولوا عليك وحش البيانات، خدت جايزة المركز الثالث في الامن السيبراني، انت بتعمل ايه هنا؟ قال لها عايز اعرف هي ايه لعبة الهرم. سونج قالت لميونج على اللي حصل، وقالت لها البت اللي عملت اللعبة مش عايزة تكلمني، احنا هنطلب من سون اخو تشوري يساعدنا ويهكر موبايلات البنات، وبكده نعرف نقطة ضعفهم وندور على اي معلومة ممكن تفيدنا. وثلاث بنات مش كفاية، لازم يقنعوا بنت جديدة تقف معاهم. سونج عندها مشكلة انها بتحاول تهدد البنات يقفوا معاها، وهي كده بتبقى زي هارين. هنا ميونج اتدخلت وبتحاول مع البت الجديدة على طريقتها، عن طريق الود والمحبة. طريقتها جابت نتيجة، واللي اسمها هيونج هتبقى معاهم. اجتماع أولياء الأمور، حصلت حاجة مهمة جدا. الأستاذة يون قالت لأبو سونج الضابط في تنمر في فصل بنتك، وجايز إنها خايفة ومش بتتكلم. الأستاذ والمديرة بيقولوا إنه ده سوء تفاهم. الأهالي اتخضوا لما سمعوا كلمة تنمر، هم عارفين بس ساكتين لعيون هارين. في واحدة من البنات بتأذي نفسها، هارين قالت لها تعمل كده وتتهم سونج انها ضايقتها لحد ما أذت نفسها. في الفوضى العارمة دي بيدخل أبوها وبيسمع البنات بيقول عليها متنمرة، وكالعادة الملاك هارين بتتدخل وبتحل الموضوع وبتقول اننا هنتفق نتعامل معاها ازاي. والاهل بيتفرجوا ازاي شوية بنات في سن المراهقة هيحلوا الموضوع ده، وهم عارفين انه ده عبط، بس كل ده علشان فلوس هارين. كل البنات صوتوا ان سونج ما تصوتش اللعبه الجايه. الاستاذه حاولت توقف الظلم، بس ام هارين بتقول لو دخلتي وساعدتيها البت سونج مش هرحمها. وبنرجع لهارين اللي بتشرح روايه الهرم الطبقي، روايه بريطانيه، والمسرحية دي كلها قدام الأهل. وهي بتشرح فجأة دخلت رئيسة مجموعة بيكيون الجدة، اللي فرحت قوي لما سمعت كلام حافدتها عن الرتب المتدنية الحقراء. المشكلة انها فخورة بيها. هارين خلت الاهالي يلعبوا لعبة الهرم، كلهم اجمعوا ان سونج ما تشاركش في التصويت اللعبة الجاية. هنا سونج زعقت وقالت قدامهم كلهم انها هتنهي لعبة الهرم. الجدة أعجبت بشجاعتها وبتشكر أبوها على تربيته، أعجبت بشجاعتها لأنه كل اللي حواليها خدامين عندها. يريم هتساعد سونج لانه سونج عرفت غلطها، ما ينفعش تهدد البنات علشان يقفوا معاكي. سونج عايزه تخلص من اللعبه، بس ما ينفعش تتحول لهارين جديده. في البقالة سون بيسألهم عن الكاميرا في الفصل. ميونج قالت انها خايفة على صاحبتها لو فضحت اللعبة يأذوها زي ما أذوا تشوريم. سون قال لا يمكن أسمح لحد انه يأذيكم. سونج اعترفت لميونج انها غلطت لما حاولت تجمع البنات بالتهديد، وانها هتسيب لها الموضوع ده. مش كفاية التعب اللي هي فيه، سون رمى شنطتها فوق عربية العيش وقال اجري وراها هتقف عند البقالة التانية، وجريت. ولما وصلوا خدت شنطتها وشافت المحل، جات على بالها فكرة رائعة، كاميرا البث المباشر. سون ركب كاميرا قبل كده بس ما فيهاش بث مباشر على اليوتيوب، ودي مشكلتها انها هتتكشف وهتتكسر. نرجع للفصل المجنون. يارين بتقول انها لعبة الجميع، وزي ما وافقنا انه سونج ما تصوتش اللعبة الجاية، برضه هارين مش هتصوت في اللعبة الجاية لانها خلفت اهم شرط من شروط اللعبة. الشرط ده انك ما تقولش لحد عن اللعبة دي ابدا، واحنا بسببها كل اهالينا عرفوا، وهنعمل تصويت والبنات وافقوا انها ما تشاركش. وبكده يارين في التصويت الجاي غالبا هتجيب اصوات اكتر من هارين لانها محبوبة الفصل. في الوقت ده ظهرت إشاعة بتقول إنه يريم أبوها عمل لها صالة رياضية خاصة بيها، والمقالة كان فيها صورة ليها في الفصل، والسر ده ممكن يأثر عليها ومتبقاش نجمة في المستقبل. بيدوروا مين اللي صورها. هارين قالت الفصل ده فيه كاميرا. هارين عرفت بموضوع الكاميرا اللي ركبتها سونج وخدت الصور اللي فيها عشان تورط سونج. المشاكل بتزيد. في اللحظة الأخيرة دخلت الأستاذة يون وقالت إنه الكاميرا دي بتاعتها لأنها كانت شاكة بالفصل ده. هارين بتقول لها أنا مش مصدقك. يون خدت الكاميرا وكسرتها.
يون اترفضت لانها زعلت هارين. الجزمة بيضحك، ويون وهي خارجة اعتذرت من سونج لانها ما عرفتش تحميها، بس هي واثقة ان سونج تقدر توقف هارين عند حدها. نرجع للبت العبيطة يوجي. بغبائها قالت لصاحبتها انه الفصل فيه كاميرا، وصاحبتها ما صدقت، راحت عند هارين جري وقالت لها الكلام ده. سونج قالت لها انت مش معانا. في مشكلة كبيرة حصلت بين هارين وكيم. هارين بتعايرها لأنه أبوها بيضربها. يوم الخميس آخر الشهر لعبة الهرم، النتائج كانت صادمة. في المرتبة إيه؟ البت المكروهة اللي اسمها كيون دخلت المرتبة لأنه هارين زهقت من خدمها وعايزة تغيرهم، وعايزة واحدة تبقى مخلصة ليها. وكيم نزلت مرتبة، وبنات شلة سونج كلهم في المرتبة دي، ومفيش حد في المرتبة اف. هارين زعلت قوي لما عرفت إن ميونج عندها صوتين. بعد الأكشن ده كله هارين بتهدد ميونج، بتقول لها يا ترى صاحبتك عارفه انت عملتي فيني ايه؟ انت هترجعي اف. يوجي لما جت الفصل سونج سلمت عليها. واحده من البنات قالت لها انت ازاي بتكلميها؟ دي ما عندهاش غير صوت واحد وكانت اف. قالت لها وايه المشكله؟ احنا بنفكر نلغي اف. وقالت للفصل كله اللي عايزه تلغيه تكلمني على الخاص، وانا مش هقول لحد. دلوقتي هقول لكم ايه حكايه البت اللي اسمها كيون. البت دي درجاتها متدنيه. هارين اشتريتها مقابل انها تديها اسئله الامتحانات، وبكده تتقبل في جامعه كبيره. طبعا هارين بتجيب الاسئله من الاستاذ على فلاشه. نرجع للشلة، بس المرة دي ياريم محبوبة الجماهير بقت معاهم. ياريم قابلت سون واتأسفت منه لأنها ما عملتش كتير علشان تساعد أخته. الشلة بترسم أول خطة ليها. الخطوة الأولى يكسروا هيبة هارين. ليه بنات الفصل كلهم بينظفوا إلا هي؟ ليه مش هي معاهم؟ ده النجمة بتنظف معاهم، والذكية كمان بتنظف معاهم. وهنا هارين استسلمت للأمر الواقع. صحيح مش هتنظف، بس فضلت ساكتة. هارين حاولت مع البت اللي برمجت اللعبة انها تغير في القوانين، بس البت شخصيتها قوية ورفضت. هارين اتغاظت ورمت اللابتوب اللي شريته لها $5000 في المية عشان تغيظها، بس رجعت بعتت لها الفلوس من تاني لانه البت دي هي اللي عملت البرنامج وما تقدرش انها تبقى من غير عدة. سونج راحت تزور صاحبتها وصلحت الحنفية وطبخت لها رامون. ميونج فرحانة انها بقت صاحبتها. سونج بتسألها انت تعرفي هارين منين؟ قالت لها انهم كانوا صحاب في مدرسة ابتدائي. بعدها هارين سابت المدرسة. الخطة التانية نشر الإشاعات الحقيقية. قد إيه ميونج اتظلمت. هو ده اللي حصل، البنات بقى يقربوا منها أكتر. هارين شايفة واكيد مش هتسكت. ميونج ما جاتش المدرسة بقالها كام يوم، وسونج ابوها بيقول لها احنا هنتنقل حتة تانية. هارين عندها خطة انها تبعد سونج وتستفرد بميونج من تاني وترجع لحياتها القديمة. كانت واقفة قدام باب بيت ميونج وبتقول لها انها فاكرة الماضي ومنسيتش اللي حصل. امك تعرف انت عملتي فيا ايه؟ صاحبتك تعرف انت عملتي فيا ايه؟ يا ريت حد يقول لنا هي عملت ايه. وبتحرق في ايديها. وهنا سونج لحقتها ورمت الولاعة. هارين بتقول لها لعبة الهرم هتفضل موجودة عشان ميونج تتبهدل. سونج بتقول لها انها عارفة انها دفعت كتير قوي عشان ميونج تتعذب، وعملت كل حاجة عشان اتنقل، بس هفضل هنا. بس لازم اخلص منك قبل ما اخلص من لعبة الهرم، لانه انتي ولعبة الهرم واحد. هارين اتريقت عليها لانها بترعش. سون قال لها ما تقلقيش، لو فشلت الخطة عندي حل أخير. تسجيلات لهارين والفصل كله ممكن توديهم في 60 داهية. قالت له الجميل في الموضوع ده إنه الطبقة المخملية بيخافوا من الفضايح، وإنهم لازم يستنوا الوقت المناسب. في بنت لازقة في هارين وبتقول على هارين إنها صاحبتها. هارين داست على رجلها وهزقتها. هارين ما عندهاش صحاب. سونج بدلت الموبايلات مع سودو وفهمت من التسجيلات اللي فيه انها ساعدت هارين بامر من ابوها. سون قال لها انا شايف على وشك نفس النظرات اللي كنت بشوفها على وش اختي لما كانت خايفة. هو يقصد انه مش عايزها تخاف زي اخته. وفي حصة الرياضة قال ايه كيون بتقول انه الاستاذة ما جاتش، اختبار نهائي ما جاتش، وانه الاستاذ سمحت لها هي وهارين يعملوا لعبة بمزاجهم، وانه سودو امينة وهتحسب درجاتهم. الانظمة باختصار خلال 20 دقيقة لازم البنات يرموا الكور على البنات اللي من المرتبة دي. عزيزي المشاهد تخيل بنات كتير يرموا الكورة على 4 بنات بس، وبعدها يرموا على باقي البنات، وكل ما ترمي الكورة في بنات اكتر تجيبي درجات اكتر. التنمر بقى نشاط رياضي. والفوضى العارمة حاجة تزعل. بنات فصل واحد بيعوروا بعض. هارين وخدمتها مبسوطين من المنظر ده. سونج بعتت للبنات قبل ما تبتدي اللعبة انهم يجيبوا الكورة ويحتفظوا بيها. هنا البنات هياخدوا بالهم من العبط اللي هم بيعملوه. بعدها هيخبطوا خبطة خفيفة ويدوهم الكورة، وسودا هتحسب لانه مفيش اي قانون انها الكورة. والبنات سمعوا الكلام وبيتنقلوا الكورة بينهم. هنا البنات كلهم اتأكدوا هما ليه لازم يكرهوا كيم والشلة.
هارين اتضايقت قوي من السعادة اللي عمت المكان، والبنات كلهم بيشكروا ميونج على ذوقها واحترامها، وسونج جات لها رسائل كتير بنات عايزين ينضموا للشلة بتاعتهم. هارين كلمت ابو كيم وقالت له انها زعلتها، يا ريت لو يأدبها علشانها، وابوها ما صدق، قفل الباب ومش هيرحمها. هارين وضعها في البيت مش احسن، ابوها وامها بيكرهوها وعايزين يبعتوها مدرسة خارجية، بس هي موجودة هنا بناء على اوامر الجدة. هارين حتى ابوها بتبتزه وهتقول لجدتها لو ما سمعش الكلام. الخبيثة هارين عرفت عن التسجيلات اللي مع سونج. اوعى تنشري والا ابوك هتنزل عليه مقالة بتقول انه مرتشي. سونج خايفة على ابوها وخايفة تمسح التسجيلات ولا لا. بس طالعين رحلة، مش هيروحوا جنينة أو ملاهي، دول رايحين رحلة إلى بوسان، رحلة ولا في الأحلام. يوجي بتحسدهم لأنه شلة سونج كبرت والبنات بقوا أكتر. تستاهل لأنها خانتهم وقالت لصاحبتها عن الكاميرا. الرحلة بينها جميلة بس الأجواء متوترة بين البنات، بس سونج كان باين عليها الحزن والكآبة، وهارين بتخوفها أكتر لما قالت لها يا ترى هتعملي إيه لما صاحباتك يخونوك ويسيبوك لوحدك. هارين هدفها الجديد إنها تفرق الشلة وتخليهم يقلبوا على بعض، وعملت كده بأنها تهدد البنات، أولهم ياريم هتعمل لها شوية إشاعات كوريا كلها هتسمع بيها، بعدها ولا شركة إنتاج هتوافق تمضي معاها. وراحت عند هيونج وقالت لها أخوك عنده مقابلة شغل، لو ما ساعدتنيش مش هيتقبل. من الأنشطة في الرحلة دي إنهم يتدربوا على الغوص. هارين كانت واقفة قدام المية، في بنت شايلة منها زقتها في المية لأنها عارفة إنها مش بتعرف تعوم. لما وقعت ميونج بسرعة نزلت تنقذها، بعدها جال المدرب والحقها، ولما اطمنوا عليها جال أستاذ وحاول يعمل لي فيها عصبي. هارين دست على رجله وقالت له إنها تعرف تجيب حقها بنفسها، يا ريت يسكت خالص. البنت اللي زقتها كانت خدامة هارين، بس اتضايقت قوي لما هارين بطلت تكلمها. وقبل ما يدخلوا الاوتيل هيتقسموا كل 5 في اوضه. شله سونج اتجمعت وميونج من طيبتها وافقت تجيب واحده معاهم خانتهم قبل كده، والخاينه هيحاولوا يدوها فرصه لانها جايز ضايقتهم باوامر من هارين. وفي الليل عندهم انشطه على البحر، وبعد ما خلصوها هارين بترسل رساله للبنات بكره لازم توقعوا سونج. كيوم بتربط الجزمه لهارين اللي هتديها اسئله الامتحان الجاي، مفاجاه لسونج بمناسبه عيد ميلادها. تشوري بتشوف البوستات ومراقباهم، وبالذات ياريم اخوها بعت لها رساله انت بنت جميله وطيبه وكنت اكيد هتبقي معاهم، انا هعمل كل اللي هقدر عليه واساعدك تخرجي من اوضتك. البت اللي عملت البرنامج بتشكر ميونج على طيبتها في امتحان الرياضه وغالبا هتقف معاهم. شلة سونج بياكلوا الدجاج وبيتفرجوا فيلم رعب ومندمجين قوي. فجأة جرس الباب بيرن، هو ده الرعب الحقيقي. صاحباتهم جايين وجايبين معاهم اكل. طبعا هارين عارفه مين اللي زقها، بس هي مش زعلانه، هي زعلانه من خدامتها الجديده اللي نظارات الشماتة كانت باينه عليها وما حاولتش تساعدها. هارين عملت حركة ندالة لما جابت ميونج. هارين عايزة تفهمها انها تقدر تأذي امها. هارين قالت لها انت الوحيدة اللي حاولت تنقذيني، بس البست فريند بتاعتك هي اللي خلتني عايزة اخلص منك يا كدابة. وهارين بتكذب عليها انه صاحبتها بعتها بتحاول توقعهم في بعض. دلوقتي مع لعبة بنت بول على طريقة هارين، البت اللي هتتضرب اكتر من 3 ضربات من الالوان هتوقع نفسها في مرتبة اف. البنات وهم بيلعبوا جات لهم رسائل من هارين انهم ما يضربوش بعض ويركزوا على البنات اللي لابسين اسود، تقصد شلة سونج. الماتش خلص، الفريق الاسود خسر، ودلوقتي لازم يختاروا واحدة منهم تبقى اف. هارين قالت انتوا لسه ما فهمتوش، الفصل لازم يكون في واحدة اف عشان تفضلوا مرتاحين. الفريق الاسود هيضربوا على بعض واكتر واحدة هتتعور هتخسر، بس البنات ما استحملوش انهم يخونوا بعض. يوجي ضربت نفسها اكتر من مرة وقالت انها تستاهل لانها خانتهم، بس صاحباتها ضربوا على نفسهم، بعدها قلبوها هزار وبيضربوا بعض وقلبوها حرب نفسية على هارين. اتغاظت وبعتت لكيم وقف المهزلة دي. لما راحت بنت اسمها شم وقفت قصادها، لوت رجلها وخبطتها في الحيطة اللي فيها مسمار غرز فيها، وشم بتنزف والبنات متفرجات كالعادة. وجت الاسعاف وخدوها المستشفى. وفي الليل الاستاذ اتجمع مع البنات بيقول لهم يقفلوا الموضوع ده، اساسا هي لعبه محدش غلط، هي وقعت لوحدها والاستاذ هيعاقبها بانها تنظف الفصل شهرين. اتريقت وقالت انها هتجيب خدامتها تنظف. ياريم جات لها رسالة شم مش هتقدر تحترف السباحة. هنا ياريم اتجننت وهجمت على كيم، شدت شعرها. جت سونج وقالت لها ما تخافيش انا هجيب حقكم منها. هارين عايزة تخطف الاضواء، بتقول بكرة هنتجمع ونحدد عقوبتها ايه. سونج فاهمة انه هارين مش عايزة اللعبة تقف وتفضل بتتحكم في البنات. تاني يوم سونج راحت البقالة وقالت لسون يساعدها على نشر الخبر، بنت مستقبلها ضاع بسبب لعبة.
النشر هيبقى على منصة من منصات السوشيال ميديا من حساب مجهول لا يمكن تتبعه. الجميل في الموضوع انه ابائهم مش هيقدروا يمنعوا الخبر في المنصات، وهتبقى فضيحة هتسمع في البلد كلها، واهاليهم مش هيقدروا يعملوا حاجة. الجرايد ما فيهاش اي خبر عن الحادثة، بس بعدها اللي حصل انه الخبر انتشر في المنصة، بعدها طلع في الجرايد الالكترونية. بعد الفضيحة المدرسة اتجبرت انها ترفض كيم. هارين بتقول لامها انها عايزة كيم تفضل معاها، امها رفضت. امها قالت لها لا. هارين بتزعق مالكيش دعوة بلعبتي. الجدة جت وقالت لها انا هعمل كل اللي انت عايزاه، بس المهم انت تفضلي نظيفة. ابو كيم لما سمع انها اترفضت ما استناش لحد ما تيجي البيت، راح المدرسة وضربها هناك. ميونج انهارت من العياط لما امها عرفت هي عملت ايه مع هارين. دول كانوا صغيرين وبتحاول تبعد عن سونج. سونج راحت السوبر ماركت وسون قال لها انه يعرف ميونج مش بتكلمها ليه. هارين هددتها لانه بيسمع مكالمات هارين، وسمع التسجيلات لسونج وقال لها انه هارين نزلت المقالة اللي بتتهم ابوها بالفساد. سونج سحبت وقالت لها ما تنسيش احنا صحاب، ما تخليش هارين تفرقنا. هارين لما فضحت ابو سونج ما بقاش عندها حاجة تخسرها، ولما ما يبقاش عندها حاجة تخسرها يبقى اكيد عندها حاجة تكسبها. بسم الله ما شاء الله، شلة سونج كبرت. سونج سألتهم ليه ما فيش ولا واحدة فيكم قالت لعيلتها على اللي حصل. قالوا لها كنا بأمان عشان كده ما تكلمناش. سونج قالت الخطة كالتالي، احنا 10 وكلمت كمان بنتين يقفوا معانا نبقى 12 أغلبية ونصوت بإنهاء اللعبة. الخطة دي خطر، عايز لها البنات يكون عندهم الشجاعة، لو واحدة فيهم انسحبت الخطة فشلت. سون ادى الكاميرا لسونج تحطها في الفصل. تشوري عرفت انه مشروع النجمة يريم هتغني في مهرجان المدرسة يوم الخميس نفس يوم اللعبة. يوم الخميس اخر الشهر لعبة الهرم، وقبل منه مهرجان المدرسة. تشوري موجودة في الحفلة واخوها سونج بيجهز العدة. الحفلة ابتدت ويريم نجحت في اول ظهور ليها. خلصت الحفلة، الساعة بقت 1 الظهر. البنات رجعوا الفصل عشان لعبة الهرم. كيم مع انها اترفضت بس جاية تشارك معاهم. هارين بتقول لهم اللعبة مكملة معانا للسنة الجاية لحد ما تتخرجوا. ايه اللعبة نزلت في المنهج ولا ايه؟ وبتسألهم لو في واحدة عايزة تتبرع انها تفضل في المرتبة اف بشكل دائم. بره المدرسة جت عربية اسعاف وخدت يريم. ما هي كانت زي الفل. حصل ايه؟ سونج صاحبتها يريم راحت المستشفى، راحت الفصل ومسكت هارين من زمارة رقبتها وقالت لها انت السبب في اللي حصل ليريم. سونج بتسأل البنات في حد ما يعرفش انه هارين هي اللي عملت اللعبة؟ قالت لها وايه يعني كلهم عارفين. سونج قالت لها انت فشلت انك تجيبي حقنا من كيم، ازاي عايزاني اثق فيكي؟ وبصت على البنات وقالت لهم هارين عايزة تختار واحدة بشكل دائم تبقى اف. هتختاروا مين؟ تختاري صاحبتك اللي قدامك مش مشكلة، اللي وراكي عايزة تعذبي مين؟ تشوري، ميونج، تشيم، يريم، دول بنات بيعانوا من ورا لعبة. ايه لسه عايزين تلعبوا؟ ايه رأيكم نعمل تصويت نحذف اللعبة، ولو كنا أغلبية اللعبة هتنتهي، ولو ما كناش أغلبية هنختار بنت تبقى اف بشكل دائم. بصت على هارين وقالت لها ايه رأيك في الكلام ده؟ مش انت اللي قلتي اللعبة دي لعبة الجميع؟ هارين مش هاممها حد إلا ميونج. ميونج أول واحدة حذفتها وقامت وقفت. تاني واحدة هيونج. تالت واحدة يوجي. برضو بنتين بيحذفوا اللعبة. اللي عملت التطبيق حذفته. بقينا 7 8. يا حلاوة بقوا 8. كمان واحدة بقينا 9. 2 مرة واحدة 11. فاضل واحدة يا بنات، نصلي على النبي نحذف البرنامج ونقوم نقف. كم قامت وحذفت اللعبة. سونج قالت لها صوتك مش هيتحسب، انت مش معانا. كم اتعصبت وعايزة تضربها. ميونج مسكتها ووقعتها وهجمت عليها. في أوضة المعلمين أستاذة بتفتح اليوتيوب، لقت بث مباشر من فصل تانية خامس. مشاهدات ولايكات حاجة تفرح. ميونج قامت وخدت حقها من كيم. في واحدة من البنات حذفت اللعبة. مين هي؟ سودو البت الذكية حذفت اللعبة. سونج كلمت سودو النهاردة الصبح وقالت لها تحط كاميرا البث المباشر. سونج حذفت اللعبة. 22 بنت في الفصل واللي حذفوا اللعبة 12 بنت، وبكده الأغلبية وافقت إنهم يتخلصوا من لعبة الهرم. وهارين واقفة زي الصنم ما قالتش حاجة. البنات في حالة صدمة مش مصدقين. كابوس يوم الخميس الساعة 1 خلص. الأساتذة جارية على الفصل بيدوروا على الكاميرا، لقوها. المديرة كسرتها. ايه مالك زعلانة ليه؟ ما تحزقيش قوي كده لا يطقلك عرق ولا حاجة. كوريا كلها شافت نهاية اللعبة
والإشاعات انتشرت والناس بتدور على اسم هارين، والترند عندهم بقى اسم هارين وبيغلطوا فيها. البنات بيسألوا سونج ياريم عاملة ايه، خلتهم المستشفى. ياريم بخير. اللي حصل انه في واحدة من الفانز لحقتها، تسوري انقذتها لانها كانت بتساعدها لما كانوا بيتنمروا عليها. ياريم اغمى عليها بس هي بخير. ياريم شكرت سونج لانها وفت بوعدها. هارين طلبت انها تنقل مدرسة تانية وامها مش عارفة تعمل معاها ايه. ده حتى الجدة قالت لها يا غبية، لمعة عينك راحت فين، ثقتك بنفسك راحت فين. ام ميونج رجعت البيت وبتحضن بنتها بعد ما عرفت اللي جرالها. المهم انه البناية اللي كان فيها الفصل تانية خامس قفلت بعد الفضيحة، وبنات الفصل اتوزعوا على باقي الفصول، وحتى الأكل بياكلوه مع المدرسة زي باقي البنات. هارين هتسافر تكمل برا بموافقة جدتها. حاجة غريبة، بنشوفها نايمة بأوضة ومعاها البرشام اللي بتبلبعه. هي مش سافرت. ميونج جات لها مكالمة من هارين عايزة منها تيجي دار الأيتام. سونج راحت معاها. لما وصلوا في حاجة غريبة، بناية فصلهم الثانوي اتعملت زي مبنى دار الأيتام وتمثال الجدة في النص، وقالت إنها كانت ضحية التنمر في الابتدائي واسمها الحقيقي يانج سو، وإنها جابت ميونج علشان تشوف نهايتها. فلاش باك. ميونج ويانج سو كانوا صحاب قوي في الابتدائي. يانج سو وثقت في صاحبتها وقالت لها على أهم سر في حياتها، إنها يتيمة وما عندهاش أهل. هارين أو يانج سو اسمها الحقيقي كانت بنت صغيرة شاطرة، بنات المدرسة بيغيروا منها وكانت أشطر منهم. البنات الصغيرين اتجمعوا وقالوا إنهم مش طايقينها. ميونج قالت لهم إنها صاحبتها، قالوا لها اسكتي مالكيش دعوة. ميونج من الخوف قالت لهم إن يانج سو صاحبتها واقفة معاها لأنها يتيمة. ميونج طفلة بريئة عن حسن نية قالت الكلام ده. هي ما تعرفش إنها لما تقول لهم إنها يتيمة هيتنمروا عليها لأنه ما عندهاش أهل يدافعوا عنها. ويانج سو الطفلة السعيدة بقت تعيسة. العيال سودوا عيشتها وهارين بتحملها مسؤولية اللي حصل. بس في سبب تاني غير الأولاني لحقد هارين. وفجأة بيضرب جرس الإنذار. المدرسة ولعت. سونج وميونج خرج وهارين أغمى عليها بسبب البرشام اللي خدته. نزلت مقالة بعنوان دار الأيتام اتحرقت والسبب هارين. أمها كلمت أبوها لسودو وقالت له إنها تعرف إنه هو اللي ورا المقال ده. قال لها بنتي بسببك وبسبب بنتك مش هتتقبل في جامعتي وجامعة أبويا، ما عنديش أغلى من بنتي، وقفل السكة. للأسف موضوع الحريق ده بتحاول العيلة إنها تستغله لمصلحتها ضد سونج. يمكن هارين تطلع براءة، ونشروا إشاعات كتير بتقول إنه سونج هي المتنمرة وهي اللي ولعت في الدار، وإنه هارين كانت ضحية. تخيلوا، هارين ضحية، وشهادات الزور مفيش أكتر منها، وأولهم المديرة. والناس دول وصلوا لمرحلة من تشويه السمعة إنهم بيقولوا على أبو سونج إنه هو اللي ربها على كده. وفي المدرسة هنشوف ضابط هياخد سونج يوديها القسم. فلاش باك لهارين أو يانج سو. لعبة الهرم تعرفها من زمان. الأستاذة مش هقول أكتر من كده كانت بتلعبهم لعبة الهرم. اللي بيجاوب كان بياخد أكل أكتر، واللي مش بيجاوب كفاية عليه لقمتين من غير بروتين. وفوق كده قالت لها انت هتنامي في الليل من غير بطانية. يا معفنة دي يتيمة، بتعملي معاها كده ليه؟ وهو ده سبب اللعبة. ده مش مبرر لهارين على اللي عملته، هي مجرمة والأستاذة كمان مجرمة. يانج سو سمعتهم وهم بيقولوا إنه في عيلة غنية ما عندهمش عيال جايين يتبنوا بنت من عندنا. هارين عملت أداء هايل على المسرح والجدة أعجبت بيها وبنظراتها الحادة. هارين حاولت تقرب من أمها بالتبني، قالت لها أنا بيني وبينك الفلوس، خديها. ومحدش مهتم بيها وكطفلة عادية بتغلط. الجدة كانت بتراقبها. هارين من الخوف انهم يرجعوها دار الايتام كانت دايما بتذاكر، تعيد وتكتب تعيد وتكتب لحد ما بقت منطوية وسلوكها اتغير وبقت تعامل الكل بقلة ادب. وبالنسبة للجدة، حفيدتي بنت قوية. الجدة اللئيمة شالت المكان اللي كانت بتقعد فيه هارين وهتزرع مكانه. العيلة دي ما عندهاش مكان للرحمة. اتمنيتوها ليه؟ محدش فيكم بيحبها. الشلة قاعدين في السوبر ماركت بيسألوا سونج هتشيل الليلة كلها؟ في أستاذة كلمت يون، الأستاذة الطيبة، وقالت لها إنها في يوم من الأيام كانت بتكلم جوزها وبتوريه المدرسة الجديدة. مكالمة فيديو. جوزها قال لها في بنات بيتخانقوا بعيد. قفلت السكة، صورت الخناقة. كيم والشلة بيضربوا سونج لما كانت الفيديو ده هيقلب الموازين. يون نشرت الفيديو والبنات اطمنوا لأنه صاحبتهم هتخرج براءة، وكتبوا كومنتات بيتأسفوا لأنهم كانوا بيتفرجوا عليها. اعترفوا بغلطتهم. ياريم نزلت فيديو
بتعتذر لانها كانت بتتفرج مع انها عارفة ايه اللي بيحصل. هي عارفة ان الفيديو ده ممكن ينهي مسيرتها اللي لسه ما ابتدتش، بس المهم عندها انها توعي الناس. بعدها بعتت رسالة لصاحبتها تسوري اخت سون انها مشتاقة لها. تسوري طارت من الفرح، اخيرا حد افتكرها. بعدها قالت لاخوها انا لما رحت المدرسة قابلت هارين وسألتها سؤال، انت دمرتيني ليه؟ تخيلوا ايه السبب الفظيع. هارين قالت انت دوستي على رجلي. ايه الهبل ده؟ اخوها قال لها انا علشان اساعدك انت لازم تعملي فيديو تتكلمي فيه عن اللي شفتيه علشان ترتاحي نفسيا، بعدها هتبدأ مرحلة العلاج. تشوري عملت فيديو واتكلمت عن هارين ووضحت انه يريم ساعدتها في الازمة دي. ميونج افتكرت هارين بتكرهها ليه. قبل سنة ميونج شافت هارين وفرحت قوي لانها بقت غنية وحالتها عال العال. هارين زعلت لان ميونج سامحت نفسها قبل ما هارين تسامحها. للأسف هارين ما فكرتش لو للحظة إن ميونج كانت صغيرة ما تقصدش. فلاش باك لما كانوا في دار الأيتام قبل ما تولع، سونج قالت لها انت بتقولي على نفسك كنت ضحية التنمر ويتيمة، بس ده مش هيغير فكرة انه انت اللي عملت اللعبة دي، وعلى فكرة انت كنت بتتنمري على البنات قبل ما ميونج تظهر قدامك وضيعتي على نفسك وعلى يانجسو انها تعيش بنت طبيعية. سونج ابوها ظهرت براءته وقال لها قد ايه هو فخور بيها لانه فضل يعلمها ازاي تحل المشاكل ما تهربش منها. سون قال لها انا عندي ادله بتثبت ان المديره وقريبها الاستاذ بيبيعوا الاسئله، والشرطه خدت الادله وخدوهم الاسم. شله كيم كلهم اترفدوا من المدرسه. كيم ابوها موريها الويل ليل نهار بيضربها. في بيت اهلها خدوها دكتور يتاكدوا انها مش سايكو. في بنت بتلعب جودو اترفدت من فريق المدرسه، ودي اترفدت من المدرسة طبعا. واكيد مش هننسى نجيب سيرة كيون، مفيش جامعة هتقبلها بسبب سمعتها الوحشة. سودو بنت الدكتور اترفدت بس ما زعلتش لانها عملت الصح. ابوها قال لها انت هتكملي بره، قالت له لا انا هكمل هنا وهختار المجال اللي انا عايزاه. قال لها الزمي حدودك. قالت له انت نسيت مش لما تلزم حدودك انت الاول. قالت له انها تعرف بعلاقته بام هارين وانه مسجل نمرتها في الموبايل بتاعه باسم بنته، عامل اللي فيها محترم. عيلة بكيون هيخرجوا نفسهم من الموضوع ده لما يقولوا الحقيقة. البت دي اتبنوها وما عملوش للبنت اختبارات نفسية قبل ما يتبنوها، وبيعتذروا للرأي العام لانها اضرت بالمجتمع، وقالوا انهم هيلغوا التبني ويتبروا منها وشركتهم هتنسحب من المؤسسة التعليمية. هارين بقت فقيرة، محدش بيسأل عليها، حتى اسمها اتغير وهي دلوقتي في غيبوبة لسه ما تعرفش ايه اللي مستنيها. مدرسة بيكيون اتغير اسمها وبقت ميرو، والاستاذة يون هتشتغل فيها، والشلة حياتهم رجعت حياة عادية وجميلة. في بنتين اتنقلوا جديد للمدرسة. على فكرة البنتين دول من عيلة ميرو، المدرسة دي بتاعت أهاليهم، وهارين بالنسبة ليهم مثلهم الأعلى وعجبهم قوي لعبة الهرم وجايين يلعبوها. بس على مين؟ سونج مستنياكم.